الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتاب فقهي ايكش جرين ترين كتابانا ومهم ترين كتابانا، واجر تلاب جاري وبيو بشي سحكي تدبيني بسيارة خلق ماجي أبروكا برا بتري همي اتفقهينا همي اتفقهينا شو همي اتفقهينا نشاكي لاب جاري الدي فرا تدبيني قالت وقت بسيارة الشمالات كان ولا سحكي دبشت تسيدا من نویش کرد من هو ساک کرد که درسته مسیر رکعت کردم کنه یا چاره از بشک بیم که درسته آن نه مثلا ام چوینه چولی کچه و نویجه کنه ام سفره که دا کچه و نویجه خواب کن سبحان الله دبینی بسیارت خلقی ما بارا بتره همی يعني بارا بتره ام بجین اتفقهینه اش برندش گلکش علماء بجن خواندن فقهی يعني الظانين فقهي فرض عينه. يعني شو فرض عين؟ معناه السر هر كسكي شوف هبن بالغ عاقل بيتن فرض السروي فقهي بخوينتن بو çünkü نویج هتا دست نویج هر هتا و هر وصار روجي هر تدگري حج هر تده و جبي زكاة و إلى آخره. إذن خواندن وان شتاني فرض عين السرهمي تشتا السهمي كسر السرهمي بصرمان وان تشتا بظن دبزان ده شو عبادات خبر ببن شو ده عبادات خبر ببن الفيديو ما تشي هاي دسبيك بيشن اولا كتاب الطهارة دسبيك كتاب الطهارة يا كتاب الطهارة انكو باقجي طبعا كانت شو عقيدة انكو باقجي دلو دارونا اگر تسحكي كسك نشد ببيتا بصرمان حتى دلو دارون تويت فاقج نبن الشرك وخرافاته حتى عقيدك الصافي نبيتن هنجي شنيد الشرك بتاع بصرمان وتشادكتن وده عبادتكتن هر وكي مؤلف الفيريج يشد بيشتن يدبيجتن يدبيجتن كسك نشتن عبادات بكتن حتى وكو فاقجين نبيتن وچرا بو عبادت باوری و اسلامتی و ببین اسلامتی دا عقیده که صافی پاکجی دل و درون تشرطه ها وصا بو عبادت تجي پاکجی لشو جلو جهد تجي شرط ويشتمل على 10 أبواب أدبيتا شند باب أف كتابها بتا دهبا. الباب الأول في أحكام الطهارة والمياه وفيه عدة مسائل دلسل أحكام تشبتا طهارات بيت فاقجية وهل وصل جورة آفا وهندي مسألة جي تابعي في باب هننا. طبعا المسألة الأولى في التعريف بالطهارة وبيان أهميتها وأقسامها بنص طهارته وجرنجية طهارته شيء وقسم الطهارته شنده يعني جورتوه بشتوه يأيك أهمية الطهارة وأقسامها جرنجية طهارته وهروصا جورتوه. الطهارة هي مفتاح الصلاة. أبا بودا شو تعريف كر تلبنا بتعريفه ما تعريف دجورة يا هاي ما هي تعريف لغوي لغة وما هي اصطلاحا. أبا اصطلاحا نبرا اصطلاحا عندك طهارة جرنجية وتشيا طبعا أبا جرنجية وبوتا ديار قال بيشتتا هي مفتاح الصلاة هما طهارات قليل كان فيجيا كشوت خزينة كبيتن بس قليل وفتنا بيتن فايدة تناجتن هواسا توی کلیله هنگل خانه بر نویجدا نویش اف خزینه هنده مازن فایده ناکتن. قلت وآكد شروطها أي كالشرطش همية تأكيد لكرية كأف طهارتها. الشرط لابد أن يتقدم على المشروط ما تشكل بين الشرط تشكل هاي بجن مشروط نكا طهارات شرطة
بو چه بو نویجه اها نویجه دبینه مشروط نویجه و شرط طهارته بجا دائما شرط بدویه برا مشروط بهتن شرط بدویه برا مشروط بهتن یعنی که بو نمونه ما تشکیل بین میراث اسلامتی دا میراث و اف احکام تنه ده این میراث ایک شرطت و چیه؟ ایک شرطت و اوه بدویه وارث بمريتن يعني مورث بمريتن مورث كيا او كسا افيت وكو خلق دي بنا ميلاد جريوي يعني خضان ملكية بابا بونمونا حتى باب نمريتن مال نويت عليه فكرن اذا الشرط اللي فكرنا ميراث چيا بدوية خضان ميراث خضان مال بمريتن باش مال وديت عليه فكرن الفيري خالتي جالا كم مديار بيتن جالا يبابن دبين كورن من عيال من ولن دا اسمال خالي وكم نادا ايش تاس نمره فخالته اف ماله هنه بدویه کنگی ده بیت میراث هنگی وقتی که شرط دا پیدا بی شرط جی چیه او بمریتن حال ویره او مشروطت کتن هیچ شرط نهاته يعني هر وقت این نوشی بکتن بیدست نوش وما قلت افشينا بيت فيها الشرط برا مشروط بيتن يعني داس نويش برا نويش بهتن قلت والطهارة على قسمين معناه وين بمديار بي اكي ايجي بي داس نويش خاط تمام كر شني هاتا بيري بده شني داشم داس نويش يجرم اما درسته نه بيت فيها او شرط برا مشروط بيتن طهارات بيتا دجور القسم الاول قسمي ايكي طهارة معنوية طهارتك هاي يا معنوية هذا أول دسبيك وكتابة مع إشارات ده معنوي ما تشكي هيد بين معنوي ما تشكي هيد بين حسي معنوي أو يكوب تشوفانا إتريتن وبهني تنشي بينكي وبدستي خاطر تنشي دستكي وتنشي قولي بتنشي طامكي معنوي هر بينش حواس الخمس أجر تبكار بينا بو تشتي معنوي تنشي بكار بينا يعني بنمونا خم تشكي معنوية خم تشكي معنوية اگر هاتو الفيري تو خمه بجمع دستي خواب كي تنشي ببينه تنشي قولي ب تنشي طام كي تنشي بين كي تنشي معنوية خم تشكي معنوية اما تشتي حسي هذا بحواسه الخمس هر بينج فون حواسة ما قوتي تبشي بكار بيني بجد طهارة معنوية أو جي طهارة القلب يعني دليتها باقش بيتنشتش من الشرك المعاصي وهروساش قلناها وكل ما ران عليه هروسا هر تشكي ببيتا بار والطبقة السرد هاد بيج ودليتها فيت جفت الشي هاجي باقش بيتن وهي أهم من طهارة البدن طبعا طهارة الدليل جلق جرينتره اش طهارة لشي ما كلاشي تا چند پاقش بیتوره کوپه کو جلکه که تازه و جوان دب که برخوا بس دلتا شريته دا بيتن تجي گناه بيتن طبقة الرشاتي که بنسر حقيقة دا نشته خاله بو چيه اذن قلتي ولا يمكن ان تتحقق طهارة نجس الشرك تنشي چجار لشيت اي پاقش بيتن هندي بيساتي الشركة دل وكي رب العالمين قلت إنما المشركون نجس عندك مشرك مقصد به نجس بلشيا بيساتيا دليوانا القسم الثاني الطهارة الحسية طهارته دي أباها يو حسية حسي ما قلت او تشتا او يكو تو بإيكش هر بينش حواسا هستا تشي هست ببكي جوا آن ده بینی آن ده شی بین که آن ده شی طام که آن ده شی قلب آن ده شی دست که قلت وسيأتي تفصيل القول فيها في الأسطر التالية بيشتند الفان رزد داد تفصيل بوتسر آغبين يدوي تعريف طهارته وهي في اللغة ده النظافة نظافة أنكو فقجي والنزاهة من الأقذار
هر وصا نظافت طهارت آنکو پاقجی نزاهت آنکو دیراتی توی دیر بی من الأقذار اشتشتت قريجي. وفي الاصطلاح أما اصطلاح دال فقهاء تعريفه چيا؟ رفع الحدث راكرنا حدثه. حدث موجود چند جورن دقيتن بوده. حدث دو جورن. حدثك يا هي مزنة وجنابته وهر وصا حدثك يا هي یا بچیکه کو دست نویشه به دست نویشیه بجا اگر مگو طهارت آن کو تو و به دست نویشی سر خراکی او طهارت آن جی جنابت سر خراکی اوش طهارت یعنی حدث راکی و زوال الخبث هر وصا اوش طهارت الشریعت دل فقهاء تشتی پیس ها الخبث تشتی تلسر لشيخ راكي جهة كتا يلاشيتا يبيسا ويبيساتي جيبا كي آن جلكيتا بيساتيا كبيفا تجي راكي آن او جهة دي عبادت اللي كي بيساتيا كالي تجي راكي والوجه بيس وعبادت اللي كي. والمراد بارتفاع الحدث رفع الحدث قد إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن. قلت بتريجر كوتنفيجي بكي توتش النهيلة بجا آوب كار بيند لشيخ أهمية بكي إن كان الحدث أكبر. اگر حدث مازن بيت وكي حيزي وقت جن كبيرته دا وقت جنابت سر ظلام دا جن كيتت اوه مازنه بيت بيت آوب بولا شيخ خرب كار بينم دا حدث هني رابط. وإن كان حدثا أجر حدث يبجي بيت يكفي مروره على أعضاء الوضوء بنية. أما ترى هي آف السر أندام دسنويج ربه تو بشيت يعني أو أندامت كو هاتينا ديار كرن بو دسنويج ششتنه آف السر ربه تو بشيتن أبنية دسنويج حدث رابطا. قلتي وإن فقد الماء اگر هاتو آف دست نکرد او عجز عنه آنجی نشیاب کار بیندن استعمل ما ینوب عنه او تشت بش آوه و تتب کار اینان ده بکارین آنجی هم بشن ده جگر آوه بکارین و هو جگر آوه چیه؟ التراب آخر على الصفة المأمور بها شرعا ده بوش واجب كارينتن او الشريعة ده امر بها تكرن وسيأتي ذكرها بشن ان شاء الله بحسب دقيقا في باب التيمم باب التيمم ده. والمراد بزوال الخبث وقت ما قلت خبث نمينتن بيساتي مقصد بچيه اي زوال النجاسة من البدن انكو بيساتي بتراكرن سرلشي والثوب والسرجلكي والمكان والوجه يكود عبادته يتكرن.